السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل وصباح السعد وصباح الحاجات الجميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه ده داخلين على المطبخ على طول؟ احنا ورانا الا المطبخ هو احنا ما بنلاقيش نفسنا الا في المطبخ اصلا. طبعا في البداية انا عايزة اشكر كل متابعيني، كل حبايبي، بجد ربنا يخليكم ليا يا رب. شكرا على تعليقاتكم، يعني بجد كلكم ذوق من كلام جميل قوي انا بسمعه منكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، بجد احسن اخوات. المهم طبعا هنبدأ بقى النهاردة نشوف هنطبخ ايه. اول حاجة خالص انا كنت قايمة عادي من النوم، بنتي بس اللي راحت المدرسة، ابني كسل يروح لان عنده دروس كتيرة، فقال لي خليني عشان ابقى فايق في الدروس. قلت له تمام خليك انت. انا مشيت بنتي ومسكت والله نظفت الشقة كلها وخلصت اللي ورايا، وقلت خلاص بقى النهارده هنطبخ اي حاجة. لقيت جوزي جايب لي كرومباية وجايب لي اللحمة الساعة 1:30 بعد الظهر. يعني بذمكم يرضيكم؟ يرضيكوا ابدا طبيخ؟ والله كانت الساعه داخله على 2. والله يا ريت يا ريت كنت صورت لكم الساعه في الوقت ده كانت الساعه كام. الساعه لقيتها 2. المهم ضربتها في دماغي كده، طب عيني الحاجه دي لبكره والنهارده اعمل اي حاجه. قمت قايله ليه، يلا هما كده كده ولادي وراهم دروس كتير، مش هيجوا الا الساعه 6، وهو كمان جوزي مش هيجي الا الساعه 5:30. من الساعه 2 للساعه 6 ان شاء الله باذن الله هخلص. يعني بصوا انا دخلتها تحدي مع نفسي، انا ما عادش ورايا حاجه في الشقه ويا دوبك بس الطبيخ. المهم بقى ايه، لا ومش هعمل المحشي بس، لا ده انا عملت كمان وصفة معاه. المهم طبعا اول حاجة خالص عملتها حطيت المية بتاعت الكرنباية تغلي، وقمت برضو حطيت اللحمة ببقدي بس لا غلوة كده للحمة بس، وبعد كده هرجع اعملها معاكم تاني هقول لكم انا بطبخها ازاي. طبعا اي حاجة انا بستخدمها بحاول ان انا امسحها وارجعها مكانها تاني، خصوصا الحاجات الكهربائية دي بس عشان يفضل متحافظ عليها. طبعا انا ضربت البصل في الكبة، ما هو ما ينفعش بقى إن انا اقطعه على ايدي مش يومه خالص النهارده. و... وعندها. وهنا بقى كمان كنت بضرب الطماطم، الحاجه اللي كنت بقطعها والطماطم بتتضرب، اللي هي الخلطه اللي بحطها في ارضيه المحشي. ما هو انت بقى اما بتكوني مستعجله ما بتعمليش حاجه واحده بس في وقت واحد، انت بتعملي كذا حاجه في كذا، يعني في وقت واحد بتعملي كذا حاجه مش حاجه واحده بس. هنا خلاص كنت ضربت الطماطم، برضو همسح بقى الخلاط وعينه مكان عارفه لو انت على طول استمريتي ان انت الحاجه تستعمليها تمسحيها وتعينيها مكانها، هتفضل الحاجه متحافظ عليها وزي الفل. هنا كان خلاص بقى الكرنبايه سلقت بصراحه، بس الكرنبايه اللي انا كنت جايباها كانت احلى، ولا انتوا رايكم ايه؟ بس كتر خيره اولا تسلم ايده. المهم هنا طبعا خلاص بقى خلصت الكرنبايه هشيلها بقى اتسلقت الحمد لله. وكده يعني شوفوا انا يعني في كل الشغل بحاول ان انا اظبط دنيتي ان انا ما اتاخرش. هنا خلاص الكرنبايه كانت اتسلقت، انا ببقى احط الورق الاخضر في الاخر، وبعد الورق الاخضر حطيت، لو عارفين ورق الخاص ده انا حطيته بس يا دوبك نزل وطلع في ساعتها عشان طبعا ما يتهرش قوي. هنا اللحمة انا كنت طبعا اديتها غلوة بسيطة، وقمت مطلعاها وشطفاها، وبقوم بقى حاطة معلقة سمنة بلدي حلوة كده في الحلة، وهقوم بقى حاطة البصل يتشوح، وكمان حاطة اللحم وشوية بقى فلفل اسمر شوية ملح صغننين، وسيبوهم بقى يتلوحوا. بصوا اللحمة بالطريقة دي بتبقى حلوة قوي. انا بدي التلوحة بتاعتها وبعد كده بضيف لها بقى الشوربة بتاعتها، وبتحطي بقى معاها الحاجة. انا يعني جايبه لكم خطواتها واحدة واحدة، بس كده بصراحة احلى طريقة ليها. ده بقى انا كنت اصلا خلاص الكرنبايه قطعتها وظبطتها يا دوبك ان انا احشي على طول زي ما انتم شايفين كده. وقلت بقى اقطع الشبت على ما البصله تحمر، يعني انا حطيت بقى ايه، زيت وحته سمنه بلدي صغننه. وكان في جوزي جايب لي مع اللحمه يعني قطعه كده من زي اللي هي كده، بحطها برضو مع مع الزيت لما تدي لون احمر، وبعد كده بضيف البصله بقى سايباها تتشوح شويه. قلت على ما اخرط الشبت بتاعي، بس هي مش هتأخر يعني في ثانية. بصوا انا حاولت ان انا اظبط دنيتي ان انا اخلص على طول، والله الحمد لله يا رب انا ربنا ما يكسفنيش وفعلا خلصت. كانت البصلة بقى بدأت تاخد لون بسيط كده، هحط بقى الطماطم بتاعتها واسيب بقى دي خلاص بالنسبة لي خلصت يا دوبك، بس هحط لها الملح بتاعها واسيبها بقى تتسبك براحتها. كده تمام الصلصة خلاص خلصت، وكمان قطعت حاجة الكرنب. وكمان هنا خلاص اللحمة كانت انا بسيبها يا جماعة لما بتنزل منها صوص وبترجع تشرب، وبعد كده بضيف عليها الشرب. هنا بقى جبت لها ورق لورا وحبهان بقى ومستكة وكمان قرفة. وكان عندي بصراحة جوز الطيب، وبرضه حطيت حتة صغننة كده، وحطيت بقى الملح والفلفل وسبتها بقى تستوي على نار هادية. بحب اوي اسوي اللحمة او الفراخ على نار هادية. خلاص تمام هنا بقى ايه، قلت اغسل الرز، كانت خلاص الصلصه بدات تتسبك. مسكت بقى الرز غسلته كويس جدا، انا بحب اغسل بصراحه الرز لما احس ان ميته خلاص بقت رايقه ونضيفه جدا. همسك بقى طبعا اصفيه، وببقى احب احط الرز بتاع المحشي خصوصا في قلب مصفى ينزل لو في اي ميه ولا حاجه.
وده كان شويه رز بسمتي برضو عندي، اضطريت ان انا اطلعهم، اقول لكم الوقت انا طلعتهم ليه. المهم الرز بقى حطيته وحطيت الصلصه، وطبعا هحط بقى الشبت وهحط الدقه، وكمان هحط بقى البهارات كلها. وهقلب بقى الخليط ده كله وكده انا عندي رز المحشي بقى تمام. انا يعني بصي لما بتنظمي دنيتك او بتقولي لنفسك انا هعمل كذا وكذا، بتلاقيكي خلصتي الحاجه في ثانيه يعني. ما تقوليش لا انا مش هقدر اعمل، مش هعرف اعمل، والله انا ما خدت وقت. الحلل الجديده بقى انا نسيت اقول لكم تكه بس انا عملتها. الحلل طبعا عشان هي جديده ممكن تغير لك طعم الاكل شويه. فانا عملت ايه، حطيت فيها ميه، اي حله هستخدمها حطيت فيها شويه ميه وخليتها تغلي على البوتاجاز دقيقه كده. لان طبعا اول طبخه فيها انا عارفه من ايام ما كانت ماما جايبه الجرانيت وكده ان هي بتدي للاكل طعم مختلف شويه في اول مره. المهم حطيت بقى الخلطه بتاعت المحشي تحت وحطيت شويه زيت، وبدات بقى ان انا احشي. افتكرت ان انا المفروض اولع على الرز، قمت سايبه بقى غسله ايدي كده من المحشي دقيقه. حطيت بقى الحله التانية وحطيت شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي، وقلت اولع على الرز بحيث ان هو وانا بحشي يكون خلاص هو محطوط على النار الهاديه بيتردد وكده. المهم طبعا هشوح. طبعا طبخت معاكم الرز ده كتير قبل كده، بس انا برضه هقوله لو حد شايفني لسه جديد. طبعا هحط البصله اشوحها، وكمان هنزل بالجزره اشوحهم الاتنين مع بعض شويه صغننين كده. وبعد كده بقى هنزل بالبهارات، طبعا البهارات اللي هي كاري وكركم وحبه زعفران صغننين كده، والملح. وطبعا المكونات بقى الجافه اللي هي الليمون مجفف، اللي هو كمان شوفوا بقى اللي انتوا عايزينه بقى. بصي انا بحط حبهان، بحط ورق لورا، بحط يعني قطعه من القرفه، انت بقى وراحتك اللي انت عايزاه. المهم هقلب بقى ده كله مع بعضه، وهضيف بقى الميه واحط الملح واسيبه بقى الخليط ده كله يغلي مع بعضه. انا بحب دايما لما باجي اعمل اي رز بالخلطه او صياديه او اي حاجه بسيب لازم الميه بتاعته تغلي شويه. هكمل بقى المحشي بتاعي عشان اخلصه، وبعد كده بقى هوريك. يعني انا المحشي بصراحه ما خدش مني وقت، لفيته على طول لان طبعا كنت مقطعاه. بقى بصراحه ما اقول لكم على سر، الحلل دي بجد خطيره. انا ما حسيتش ان انا طبخت فيها حاجه، هي بتطبخ الحاجه لوحدها. كمل بقى الحشوه كلها، ولقيت بقى ميه الرز خلاص غلت، قلت خلاص هنزل بقى في الرز واسيب الرز يستوي. معلش انتوا لو حاسين بس ان في ازعاج ولا حاجه ده غصب عني، احنا جنبنا بس عمال اليومين دول. فمعلش انا لو كنت استنيت لبالليل الفيديو ما كانش هينزل الا بكره. وانا بصراحه كان نفسي انزل لكم الفيديو، انا بعيشكم يومي يعني كل يوم بيومه. فانا كان لازم انزل الفيديو، فمعلش لو انتوا حاسين باي صوت ولا حاجه ده والله غصب عني. يعني انا حاولت اقعد في اكتر مكان هادي بس برضو الصوت واصل. المهم هنا بقى كده المحشي كان خلاص خلص بقى خلصته. بدأت بقى ان انا اسقيه شوربه. هسقيه بقى الشوربه واشغل عليه بقى البوتاجاز واسيبه بقى ايه مع نفسه. بصوا انا هوريكم بقى المنظر، انا حطيته بالمنظر ده وقلت اعمل قطعه عجينه بقى، هقول لكم انا بعملها دلوقتي ليه. وهوريكم بقى انا فتحت بصراحه لقيت ما شاء الله حله المحشي كلها مستويه بقى، لا تقعدي تلفي هنا ولا تلفي يمين. العجينه دي الاول انا عملتها ازاي، انت بتجيبي الدقيق وشويه ملح وشويه سكر والخميره ومعلقه سمنه صغننه وشويه زيت، وعجنتها بميه عادي وسبتها بقى في جنب تخمر. بالنسبه للحمه جبت لها حبه صلصه صغننين وشويه ملح وفلفل وكمان حته سمنه بلدي. بصوا انا لو في وقت كنت قطعت لها بصل وطماطم وفلفل اخضر وشوحتهم وحطيتهم معاه، بس والله يعني الوقت كان ضيق جدا. فانا قلت الخلطه ديت هحطها بقى في الفرن، اشتغلت في الفرن شويه. بصراحه كان طعمها حلو جدا، احلى ما تحمريها الف مره. اللحمه لما بتتحمر اصلا بتحسي انها نشفت. هنا كان العلبه بتاعت السمنه البلدي خلاص، يعني حاسه ان انا عايزه انقلها في علبه اصغر وانا بشتغل وبرضه بشوف الدنيا معايا. المهم شايفين بقى المنظر، لقيت ما شاء الله المحشي يعني خلاص هو تقريبا ما عادش الا تردده بسيطه وخلاص كده هيستوي. هسيبه بقى احطه في جنب كده بقى يستوي على نار هاديه. وجبت هنا بقى ايه، دي كانت معلقه سمنه بلدي. كنت عايزه اعمل بقى ايه، احمر الزبيب، وكمان هحمر فول سوداني. بس انا هقولك على حاجه بقى، ما تيجي تحمريهم لان انا كنت غلطت فيها مره كان عندي عزومه في رمضان وعملت ايه بقى، حمرت الزبيب ورجعت حمرت بقى الفول السوداني. فالفول السوداني بقى ما شلتوش الا لما خلاص ادى لون احمر. لا انت المفروض تشيليه وهو ابيض كده. ليه بقى، هو زي ما تقولي بيمتص الحراره فبيقوم مغير لونه منه لنفسه حتى بعد ما بتشيليه من على النار. فلا شوفوا انا شلته ازاي. شايفين بقى الرز مفرفر ازاي، والله الفول. بصوا الرز كان بصوا نزل لوحده، اصلا نزل من الحله لوحده، هو اصلا اتطبخ في الحله لوحده. المهم طبعا بقى هفرده في الصينيه. ما هو اقول لكم على حاجه، ما هو انا يعني انت عامله مثلا رز بسمتي وعملت لحمه، افتكري اي حاجه تدي منظر حلو او تدي شكل حلو. يعني هو الشيف براك يا جماعه احسن مننا في حاجه؟ مش احسن مننا في حاجه، هنبتكر ايه المشكله يعني، هنقول لا مش هنقول لا.
المهم انا جبت صينيه، ويا سلام بقى لو في برام، والله بجد عايزه اشتري، مش عارفه انا ما اشتريتش لغايه دلوقتي ليه. وهحط بقى اللحمه كانت طريه وحلوه جدا. وهحط بقى الفول السوداني والزبيب، وهرش حبه يعني شبت صغننين بس كده. هجيب بقى حته العجينه، شوفوا المنظر، منظر الصينيه شكلها حلو قوي يعني. انت كده كده ما انت بتعملي الحاجه، ايه المشكله لما تقدميها بشكل حلو؟ يعني ايه المشكله؟ حتى برضو يعني لو حتى عندك عزومه ولا حاجه برضو هتبقى حلوه قوي. العجينه ما شاء الله هي كانت بتلف لوحدها، انا كنت جايبه النشابه عشان افردها بيها، انا لقيتها ماشيه لوحدها. المهم هفردها طبعا على حسب قياس الصينيه، وخلاص هي اتفردت ما شاء الله معايا على طول. وهحطها بقى على الصينيه، بس هقوم بقى فرداها مظبطاها. وبعد كده بقى ايه، اي اطراف ملهاش لازمه عندي هشيلها بالسكينه، يعني عشان بحيث انها تبقى متساويه، وكمان منظر الصينيه حلو. همسك بقى زي ما انتم شايفين كده، هقص اي اطراف ملهاش اي لازمه بالسكينه. طبعا انا بحب ادهن وشها بصوا صفار بيضه بس، يعني مش مستحب انك تحطي البياض، يعني الصفار بس. حطي معاه نقطه خل بسيطه وشويه فلفل اسمر وبس. وديني بقى الوش دهنه حلو. دهنتي الوش، حابه بقى تحطي سمسم حطي، حابه تحطي حبه البركه، انا تقريبا بفضل حبه البركه اكتر من السمسم. هدخلها بقى في الفرن، بس خدي بالك دي ما بتاخدش تحمير كتير، يعني هدي النار عشان ما تبهدلش معاك، يعني حاجه بسيطه. انا يا دوبك دخلتها ومش عارفه كنت بعمل ايه، واتلفت لقيتها خلاص هي احمرت. خلاص الحمد لله خلصت. هعمل ايه بقى؟ اطلع بقى اكل على السفره. كان في الوقت ده خلاص جوزي جه. شايفين بقى شكل الصينيه، شكلها جميل جدا، يعني منظر غير المعتاد اللي احنا متعودين عليه. والله ما في حاجه صعبه يعني. ادي بقى الجمدان بقى. المحشي طبعا اهم حاجه. شايفين المحشي النازل عامل ازاي؟ لا بجد الحلل دي فعلا فعلا خساره ان انا كنت عيناه. طبعا هنا بقى محشي الخاص، وحطيت يعني انا كنت بقى طبعا وانا بحشي حطيت الاخضر تحت والابيض فوق. هنا برضو بقى راح اقطع العيش، بس انتوا عارفين العيش والله طعمه حلو جدا، يعني كمان مش هيترمى، مفيش حاجة انت هتعمليها اسمها انها هتترمى ولا حاجة. طبعا بقى هفتح العيش وهغرف لكل واحد طبق منه. الاكل بجد كان طعمه حلو جدا، يا ريت بجد كل حبايبي يبقوا معايا. المهم انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وكلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس ان انا مثلا اجيب وصفه وانزلها لكم، انا بالنسبه لي لغايه النهارده بتعلم. مفيش حد يا جماعه كبير على التعليم. انا يعني لما بيكون حد بيعمل حاجه كويسه او تكه مثلا انا ما كنتش بعملها، لا انا بتعلمها. ما بستكبرش ان انا اتعلم الحاجة، لا كلنا بصوا بنعلم بعض يعني. انت عندك حاجة مش عندي، انا عندي حاجة مش عندك، فمش حاجة وحشة ان احنا نتعلم من بعض. مش معنى بقى ان انا جايبة وصفات وبعمل اللي انا احسن من كله وان انا بطبخ احسن، لا عادي خالص، كلنا زي بعض في كل حاجة. المهم طبعا انا بجد ببقى مبسوطه قوي ما بنزل لكم اي فيديو جديد. شايفين بقى اللحمه قد ايه بجد هي كانت طريه، اول واحده على فكره، مش انا اللي واكلاها، لا تفكروا ان انا خدت الاتنين، لا والله. كان في حد جنبي كده كانت من نصيبه. المهم الحمد لله ان انا كنت قد التحدي. الحمد لله يا رب ان انا خلصت على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسينيش في الاشتراك واللايك. مع السلامة.